ازاي مسلسل لام شمسية بقى قضية رأي عام؟ ونهاية المسلسل كانت غريبة ولا متوقعة؟ لازم نعمل دوشة، دي الجملة اللي قالتها نيلي ليوسف في مسلسل لام شمسية اللي بيتكلم عن التحرش الجنسي بالأطفال. اختيار جملة لازم نعمل دوشة ليها معنى كبير جدا، علشان بتبين إننا لازم نزعق ونتكلم بصوت عالي. وكلمة دوشة هنا بالذات علشان تبين إن فتح القضية ده هيضايق ناس كتير وهترفض إنها تسمعها زي الدوشة، بتبعد عنها وتهرب منها، بس هي موجودة. للي مش متابع المسلسل من غير ما احرق الأحداث وادخل في التفاصيل، المسلسل بيحكي عن ولد بيتم التحرش بيه جنسيا من حد من دايرة الثقة اللي حواليه. اللي كتبت المسلسل مريم نعوم وورشة سد، ومخرج المسلسل كريم الشناوي. هم بجد عرفوا يتكلموا عن الكارثة دي بشكل إن هم يوصلوا لك المشكلة من غير مشاهد مقززة، وقدر يحافظ على الدراما والتشويق، وفي نفس الوقت اداك توعية، والأجمل إنه اداك حلول عن ازاي ممكن تتعامل مع حد حصلت له المشكلة، مش مجرد مسلسل رمى المشكلة في وشك وجري وانت بقى عيش حياتك. المسلسل ده عمل قلق على السوشيال ميديا لكذا سبب. اول حاجة، ناس ما عجبهاش فكرة ان المسلسل ده يتعامل في مسلسل على التلفزيون اللي بيدخل كل بيت. تاني حاجة، كمية الناس اللي اتكلمت عن حوادث تحرش حصلت لهم هم شخصياً بشكل مرعب. ما تتخيلش كمية الناس اللي كان بيتحرش بيهم، وازاي قدروا ان هم يطلعوا المشاعر المدفونة جواهم بعد ما شافوا المسلسل. من ناحية التمثيل، بصراحة المسلسل قدر يطلع أحلى ما في الممثلين، تمثيل محترف جدا، ما تقدرش يخليك تطلع فيه غلطة في أدائهم. بس خليني أقول إن محمد شاهين كان خطير، وإن الطفل علي تمثيله ملوش حل، كل نظراته معبرة رغم إن هو ساكت معظم الوقت. اللي عملوا المسلسل كانوا مهتمين جدا إن هم يعرفوا يتعاملوا مع علي وباقي الأطفال في المسلسل. جابوا ناس ودكاترة متخصصين يعملوا تدريب مخصوص إزاي يتعاملوا مع الأطفال في موقع التصوير. ولا نكت ولا هزار ولا كلمات ولا إيماءات ولا أي حاجة تخص علي أو الأطفال عامة الموجودة، وبالتالي احترامنا لحدودهم حتى الفيزيكال تاتش لازم نخلي بالنا منه جدا. دي مسؤولية بحطها عليكم، ولو انتوا لخبطتكم بأي شكل اسألوا. المسلسل مفيش حاجة اتعملت فيه أي كلام. بوستر المسلسل كان ليه معنى، أسامي الحلقات ليها معنى، كل تفصيلة صغيرة كانت مهمة ومقصودة وليها معنى كبير. نهاية المسلسل وآخر حلقتين بالنسبة لي ما كانوش لايقين على عمق وجمال المسلسل في الحلقات الأولانية، فده خلاني أشك بصراحة، وناس تانية برضو شكت إن في تدخل ما حصل في نهاية المسلسل علشان يقلل الجرأة بتاعته، أو بمعنى أصح يلموا الموضوع. يمكن ده يكون سبب إن آخر حلقتين اتأخروا في ميعاد نزولهم. بصراحة عندي كلام كتير قوي عايزة أقوله، بس مش هيكفي في فيديو واحد، فاستنوني هعمل فيديوهات أكتر من حلقة علشان نتكلم عن المسلسل بالتفصيل وقضية التحرش بشكل أعمق. وكفاية كده عشان تعبت.